قلت في الفيديو اللي عدى فيديو اليوم الرابع والخامس ان احنا شغالين فيتامينات من اليوم الرابع، فيتامينات واملاح معدنية. ده فيديو اليوم السادس والسابع وبرضه لسه شغالين لحد الان فيتامينات. بس الفيتامينات المرة دي بقى انا منزلاها بشكل مختلف. الفيتامين المرة دي نازل مع تركيبة حلوة جدا، يمكن انا قلت عليها قبل كده، بس النهاردة بقى هقولكوا على اضافة جديدة هنضيفها على التركيبة دي، بحيث بقى ان احنا ننفخ كده الفراخ نفخ، تخلي الفراخ معانا ما شاء الله. نتفرج على الاوزان، بس بشرط بقى ان تكون الدنيا عندنا تمام، ما يكونش اسبوع التحضير عندي مبهدله فيه الدنيا، الحراره عندي نازله، الفراخ عندي واخده عندها اسهالات، الفراخ عندها برد، وبعدين بقى نقول ان احنا نزلنا الحاجات اللي انت قلت عليها وبرضه ما جابتش معانا اوزان. اليوم السابع نوزن بقى ونشوف الكتاكيت عندنا الأوزان فيها ماشية ازاي. أصل احنا قلنا إن الأسبوع ده بقى هو اللي هيحدد لي مصير الدورة، والوزن اللي هخرجه من الأسبوع الأول هو اللي هيحدد لي الأوزان فيما بعد. اوزن بقى وقول لي الكتكوت عندك كام. يعني لو عندك الكتاكيت في الأوزان دي حلو، نطمن ونقول الحمد لله بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لي وليكم إن شاء الله. عندي اقل من كده 170 180 تمام برضو كويس ومفيش اي مشكلة. طيب عندي اقل شوية، يعني اقل مثلا 160 150 او 140 جرام في اليوم السابع، طبعا هو الوزن مش حلو، بس احنا ممكن بقى نشوف ايه المشكلة اللي موجودة عندك في الكتاكيت اخرت عندك الوزن كده، وبإذن الله نحاول ان احنا نقدر نعالجها. اي حد متابعني وبيسمع الفيديو ده وعنده اوزان متأخرة في اليوم السابع يبعت لي فيديو للكتاكيت بتاعته، نعرف ايه المشكلة اللي موجودة في الكتاكيت علشان نعالجها ونلحق ان احنا نعالج تأخير الوزن قبل فوات الاوان. الحق تأخير الوزن كده من البداية. عند حد بقى يقول لي انا عندي وزن الكتاكيت 100 جرام 90 جرام 100 110، لا دي تبقى كارثة. ده وزن الكتكوت عند الاستلام المفروض الطبيعي ان هو يبدأ من 40 لحد 45 جرام. لما يبقى عندك الكتكوت بعد عمر اسبوع 90 جرام 100 جرام 110، ده كده يبقى مش وزن لحم، ده كده يبقى الكتكوت ربى عندك ريش، اخد منك برد وربى عندك ريش. فالكام جرام الزيادة دول اللي زادوا على وزن الكتكوت ده بوزن الريش اللي كبر في الجناح. اما بقى ان يكون الكتكوت اللي انت منزله ده كتكوت سردة، او ان انت عندك مشكلة في التحضير، الفراخ اخدت منك برد فاضطرت ان هي تريش تخرج ريش علشان تدفي بيه نفسها، والباقي كام جرام اللي زايدين على وزن الكتكوت دول هما وزن الريش. ان شاء الله تبقى الاوزان عندكم حلوة وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا. بس ترد عليا وتقولي في التعليقات اخبار الاوزان عندكم ايه، الناس اللي عندها نفس العمر اليوم السابع. طبعا الناس اللي هي متابعاني على الصفحة العامة على الفيسبوك عارفة الصفحة بتاعتي وتبعت لي اسئلة وفيديوهات على الخاص عندي. الناس بقى اللي ما تعرفش الصفحة، صفحة طيور نور على الفيسبوك، لو انت اول مرة تشرفني في قناتي اهلا وسهلا بك في قناتي. اي سؤال او اي استفسار تفضل حضرتك اكتبه في التعليقات، ولو محتاجة يا حبيبتي ان انت تبعتي فيديو لفراخك انضمي لصفحة طيور نور على الفيسبوك وابعتيلي رسالة على الخاص، وانا هرد على اسئلتك وهرد على كل استفساراتك. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بقى النهاردة نشوف اليوم السابع عملنا فيه ايه ونزلنا فيه ايه، عشان بقى نشوف الوزن ان شاء الله اخر الاسبوع التاني هيبقى عامل ايه معانا، وهننزل ايه يرفع معانا الاوزان في خلال الاسبوع التاني. الناس اللي هي متابعة الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها عارفة في اليوم السابع ان احنا بننزل تحصينة اورجانيك، تحصينة طبيعية بنحصن بيها الفراخ البيضة بديل عن التحصينات البيطري في الأعداد القليلة. هننزل التحصينة دي مع إضافة تانية مع التحصينة دي هترفع معانا، هتساعد معنا في رفع الوزن بصورة حلوة جدا. مقادير بقى التحصينة كلها على بعضها عشان الناس اللي متعرفش مقادير التحصينة، أنا هقول المقادير دي اللي أنا هنزلها على 2 لتر مية. هنجيب معلقة كبيرة من العسل النحل، معاهم بيضتين نايين، معاهم علبة زبادي، معاهم معلقة لبن بودر من اللبن نيدو. هنجيب الكيس اللبن اللي هو الصغير ده، ده تقريبا فيه معلقة كبيرة أو أزيد شوية، هنضيفه مع المقادير دي في الخلاط بقى وهينضربوا مع بعض اللبن مع الزبادي مع البيض مع معلقة العسل النحل. بعد ما هينضربوا مع بعض كده في الخلاط في شوية مية، هنكمل بقى على 2 لتر مية ونزودهم بيهم، ونضيف معاهم 4 سنتي من فيتامين ه سيلينيوم و2 سنتي من فيتامين أ د.
هنقلب المقادير دي كلها مع بعضها، وهنكون معطشين الفراخ كده حوالي ساعة، وبعد كده هننزلها. التحصينة دي هنكررها كل 4 أيام. بكده يكون خالص فيديو اليوم السابع، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. بس اوعوا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.